الخبز اللي جبته لكم اليوم بدنا على الماء، ساهل في التوجد نتاعه وفيه بزاف الفايده، ولو كان ما تجربوش غادي تراطيو حاجه بزاف شابه. الخبز الكامل بالثوم والفرماج هو لاغسيت نتاع اليوم مع ماما. تبعوني. نجيب زوج ريسان توم متوسطين، واذا كانوا كبار واحد يكفي، نقسمهم على زوج في جهه العرض ونتبل بالملح والفلفل ونرش رشه مليحه تاع زيت زيتون ونغمهم بالبابي كويسون ونطيبهم في كوشه متوسطه. نفوتوا للعجينه اللي غادي نديرها اليوم بفرينه ماما من نوع تي 150 واللي هي فرينه القمح الكامل اللي شكارتها خضراء وهي غنيه بزاف بالالياف وفايدتها كبيره. نزيد لها الخماره، السكر، الخماره تاع الكاطو والملح، ونخلط كاع النواشف وفي حفره نزيد حبه بيض، الزيت والحليب الدافي. نلم العجينه على بعضها ونبقى نزيد في كميه الحليب اللي غادي تصيبوها تحت لا فيديو مع كامل مكونات الخبز حتى نتحصل على العجينه ما لازمش تكون تتلاصق، القوام تاعها راه قدامكم. نعجنها برك 5 دقائق باش تتجانس مع بعضها وتولي رطبه، ونحطها تخمر في معون مغطي مده 45 دقيقه حتى لساعه حتى يضاعف الحجم نتاعها. وهنايا وبعد نص ساعه في الكوشه الثوم نتاعي طاب وتكرمل وريحته راهي بزاف شابه. نستخرج الثوم من القشور نتاعه ونزيد عليه 50 غرام تاع زبده طريه بحراره الغرفه، ندمجهم مليح مع بعضهم ونحاول نرحي الثوم مليح، ومن بعد نزيد عليهم كونتيتي مليحه تاع المعدنوس المقطع. من بعد ساعه تاع تخمير عجينتي ضعفت الحجم نتاعها وخففت، نكسر الهواء اللي فيها ونطرحها على شكل مستطيل كبير السمك نتاعه 1 سنتيمتر، وندهنها بهذيك الزبده المنسمه بالثوم المكرمل والمعدنوس اللي غادي تمد لكم من بعد خبز سبيسيال. نرش تاني على السطح تاع العجينه الفرماج غابي من النوع اللي تبغوه ولا اللي متوفر عندكم، ومن بعد بالقطعه قطعوا داك المستطيل ل 15 مربع، ومشي شرط يكونوا متقايسين بالمليمتر، نورمال ما تصعبوها على روحكم ما والو. ومن بعد حطوا كل مربع لاخوه، بداو ستفوا في المولا كيك نتاعكم بلا فاصون اللي راهي مبينه في لا فيديو. هنايا درت عجينه تجي في مول الطول نتاعه 20 سنتيمتر، وعندي زوج ملاحظات. الاولى لازم يكونوا شويه فراغات بين المربعات باش من بعد يلقاو البلاص كي يخمروا. الملاحظه الزوجه هي زوج نهايات نتاع المول ديروا الجهه الناشفه على برا وجهه الفرماج على الداخل. خمرت الخبز المره الزوجه مده 20 دقيقه، دهنت بالبيض وطيبته في كوشه 230 درجه، والريزولتا شوفت عينيكم خساره برك ما تقدروش تشموا الروايح. جربوا هذا الخبز باسكو راني متاكده باللي غادي يعجبكم بالبزاف. À la prochaine.